لغز بناء الأهرامات خلاص اتحل. دراسة مصرية ظهرت من كام يوم اتنشرت على مجلة نيتشر بترأسها دكتورة اسمها إيمان غنيم، متخصصة في علوم الأرض والمحيط في جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها فريق مصري بيرأسه الدكتور جاد القاضي مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيائية. الدراسة اللي نشروها على مجلة نيتشر حلت لغز بناء الأهرامات، وخصوصا الثلاث أهرامات اللي موجودين في الجيزة. الدراسة بتقول إن كان في فرع من نهر النيل مفقود طوله 64 كيلو متر موازي لنهر النيل اللي موجود دلوقتي، ودي الطريقة اللي نقلوا بيها القدماء المصريين الأحجار الضخمة من أسوان للجيزة. ومش بس كده، الفرع ده بيمر ما بين 30 هرم مبني من الصعيد لحد أهرامات الجيزة. بس الفرع ده من النيل المفقود متغطي برمال الصحراء على مدار 5000 سنة، وفريق العلماء ده استخدموا ساتلايت موجود في الفضاء خاص بالأبحاث دي، وإنه يقدر يشوف بالخريطة الحرارية اللي مدفون